في سنة 1955 في يوم عادي من شهر سبتمبر في ولاية كولورادو الأمريكية، الرئيس الأمريكي وقتها دويت أيزنهاور وقع فجأة على الأرض في ملعب الجولف وجاله نوبة قلبية. الراجل ده وقتها كان عنده 64 سنة، صحته كانت كويسة، ما كانش بيشرب، ما كانش بيدخن طول الوقت، لكن فجأة قلبه وقف. في الليلة دي يا صاحبي أمريكا كلها فزعت، لأن لو الرئيس بنفسه ممكن يقع كده، يبقى ممكن كل أمريكي وارد إنه يقع. في الأشهر اللي بعدها الصحف كلها بدأت تفتح صفحاتها على سؤال واحد: إيه اللي بيقتل الأمريكان؟ اللي هيحصل بعد كده هياخدك في رحلة تاريخية، هتكتشف إن كل اللي اتربيت عليه زمان من الأكل الصحي كانت نتيجته قرار واحد اتاخد في غرفة اجتماعات ودفع ثمنه ملايين من البشر. اللي هتكلم فيه ده مش قصة عالم ولا قصة دواء ولا قصة فضيحة، دي قصة سؤال واحد، سؤال بسيط طرحه ملايين الناس بعد ما الرئيس وقع، سؤال أمريكا كلها قعدت تبحث عن إجابته، وفي الآخر لقيت الإجابة دي اتنفذت في كل بيت على الأرض، كل واحد فينا اتربى عليها. أمك طبخت على أساسها، أبوك بطل ياكل بسببها، الإعلانات اتعملت ليها، والمدارس درستها. والنهارده يا صاحبي بعد 50 سنة كاملة نفس الناس اللي قالوا الإجابة بدأوا يقولوا ما يمكن كنا غلط. طب لو كنا غلط 50 سنة، السؤال بقى يبقى مين خلانا نصدق ده؟ لكن قبل ما أكمل الفيديو خليني أقول لك أنا عبد الله طارق، ولو أول مرة تشوفني فما تنساش تشترك في القناة علشان تشوف كل حاجة هنزلها أول بأول. لكن خلينا نتفق على حاجة الأول، اللي هحكولك ده مش رأيي، ده مش كلام يوتيوبر بيتفلسف، دي وثائق رسمية اكتشفت سنة 2016 في أرشيف جامعة هارفارد، دي دراسات في جامعة عملاقة اسمها جاما انترنال. ده كلام كان داخل المؤسسة العلمية والأبحاث ما كانش ضدها، بس الطريقة اللي اتحكى بيها ده اللي محدش قالهولك. بتبدأ الحكاية مع العالم بتاعنا اللي اسمه أنسل كيز، كان عالم فسيولوجي في جامعة مينتسوتا. الراجل ده لو بصيت في سيرته الذاتية هتلاقي إنه راجل عبقري فعلا، PhD في بريكلي، تاني PhD في كامبريدج. PhD دي بتبقى أعلى درجة علمية غالبا، يعني الشخص ده قضى سنين في البحث والدراسة وكتب أبحاث علمية كبيرة. أنتج خلال الحرب العالمية الثانية حاجة اسمها كي راشنز، وده عبارة عن نظام غذائي يا سيد، اختراع بروفيشنال وقتها في الحرب العالمية الثانية. كانت عبارة عن وجبات ميدانية فردية، يعني بدل ما الجندي كان يستنى المطبخ أو إمداد أو وجبة تنزله من السماء، كانوا بيحطوا له أكل خفيف متقسم يشيله معاه وهو رايح في أي مهمة سريعة. اللي خلاها مميزة بقى إنها كانت عملية جدا في وقتها، صغيرة وخفيفة وسهل جدا إن الجندي ياكلها وهو بيتحرك، وكانت خطوة متقدمة وقتها لأنها ما كانتش أكل وخلاص، دي كانت محاولة لتقديم وجبة محسوبة تناسب الحرب الحديثة، الحرب اللي الجندي فيها لازم يبقى شغال وما ينفعش إنه يقف. الراجل ده كان حياته كلها عبارة عن سؤال واحد: ليه الأمريكان بيموتوا بالسكتة القلبية؟ ونرجع لوقت بعد نوبة أيزنهاور في ملعب الجولف. بعدها ب 48 ساعة كيز قرر إنه يدخل التاريخ. في سنة 1958 بدأ مشروع سماه 7 Countries Study، دراسة على 7 دول زي أمريكا، إيطاليا، اليونان، اليابان، يوغوسلافيا وهولندا. 12,000 راجل عمرهم ما بين 40 ل 59 سنة. كيز قعد متابعهم لمدة 25 سنة، شاف بياكلوا إيه، شاف بيموتوا إزاي، شاف بيدخلوا الحمام بيعملوا إيه لا مؤاخذة. وفي النهاية عمنا كيز طلع علينا بنتيجة كانت القنبلة: الناس اللي بياكلوا دهون حيوانية أكتر بيموتوا بأمراض قلبية أكتر. تعرف يعني إيه الكلام ده؟ يعني الزبدة قاتلة، اللحمة الحمراء قاتلة، الجبنة الفلامينكو قاتلة، السمنة في الأكل سم. أمريكا صدقت، الحكومة صدقت، منظمة الصحة العالمية نفسها صدقت. وفي سنة 1977 الكونجرس الأمريكي طلع بأول إرشادات رسمية غذائية، وفي سنة 1992 نزل علينا بالهرم الغذائي. في القاعدة هنلاقي الخبز والرز والمكرونة والحبوب من 6 ل 11 حصة في اليوم، فوقها خضار وفاكهة، فوقها ألبان قليلة الدسم زائد لحوم بنسبة قليلة جدا، في القمة الدهون والزيوت، وتحذير تجنبها قدر الإمكان. النصيحة دي وصلت للعالم كله، وصلت لمصر، وصلت للسعودية، وصلت للمغرب. أكتر من جيلين كاملين يا صديقي اتعلموا إن اللحمة الحمراء خطر، وإن الزبدة موت، وإن البيض خراب، وإن الخبز والرز صحة وحياة. كل واحد فينا حرفيا رادع المعادلة دي، بس هل دي الحقيقة؟
تعالى نرجع لأنسل كيز تاني. لما عمل الدراسة اختار 7 دول. سؤال بسيط، ليه 7 دول؟ ده اللي العلماء قعدوا يدوروا وراه لحد ما لقوا حاجة غريبة. كيز ما اختارش 7 دول بشكل عشوائي، هو كان عنده بيانات من 22 دولة، لكن اختار ال7 اللي بتأكد فكرته بس. ال15 دولة التانية اللي بتقول حاجة تانية غير اللي هو عاوز يقتنع بيها حذفها خالص من الدراسة. ده اسمه في العلم شيري بيكينج، انتقاء كرز. يعني تختار البيانات اللي بتعجبك وتسيب البيانات اللي مش بتعجبك، يعني تختار بنت الجيران وتسيب بنت عمك. ونروح لعالم امريكي تاني اسمه يعقوب يوروشالمي. العالم ده نشر بحث سنة 1957، بحث صغير 4 صفحات بس، أعاد رسم نفس البيانات لكن بكل ال 22 دولة. النتيجة العلاقة بين الدهون وأمراض القلب اختفت. الموضوع عامل كأن كيز كان شغال إعلانات تلفزيون، بيوريك الحاجة من زاوية معينة علشان تشتري. تعرف الحلاوة فين يا سيد؟ العلم الحقيقي وقتها قال لكيز انت ماشي غلط، بس صوت كيز كان أعلى لأن كيز ما كانش لوحده، كان وراه مصلحة كبيرة جدا. نقلب الصفحة لسنة 1965. احنا في نيويورك في مكتب صغير في وسط المدينة. المكتب اسمه شوجر ريسيرش فونديشن، يعني بالعربي مؤسسة أبحاث السكر. دي مش جمعية خيرية، ده حرفيا اللوبي الرسمي لشركات السكر في أمريكا كلها. في السنة دي كان في مشكلة بتظهر، مشكلة كبيرة. مجموعة من العلماء بدأ يقولوا إن السكر مش الدهون هو السبب الحقيقي في أمراض القلب. لو الكلام ده اتنشر تعرف معناه إيه؟ معناه إن استهلاك السكر في أمريكا هينزل وهينهار، معناه إن الشركات اللي بتبيع السكر هتخسر مليارات. طب يعملوا ايه؟ في يوم 22 يوليو 1965 المؤسسة وافقت على مشروع اسمه بروجكت 226. المشروع ده سماه برقم علشان محدش يعرفه، نفس فكرة المواصفات الغريبة اللي بنشوفها في ظهر علبة البسكوت أو كيس الشيبسي. ولكن وثائق المشروع اتلاقت في أرشيف مكتبة هارفارد في سنة 2016 بعد 51 سنة من تنفيذه. ايه هو المشروع؟ دفعوا ل2 علماء في جامعة هارفارد، الدكتور مارك هايجست والدكتور روبرت ماجاجاني، ما يعادل $50,000 بفلوس النهارده. دفعوهم علشان يكتبوا مراجعة علمية لأبحاث علمية كانت موجودة وقتها، والمراجعة دي كان هدفها حاجة واحدة بس، احنا عايزين تطلعوا بنتيجة عكسية، ان السكر بريء وان الدهون هي المشكلة. العلماء التزموا وكتبوا المراجعة فعلا ونشروها سنة 1967 في مجلة The New England Journal of Medicine، أهم مجلة طبية في العالم وقتها. النتيجة مفيش شك ان التدخل الغذائي هو اللي مرتبط بصفة كبيرة بالامراض القلبية. مفيش شك ان التدخل الغذائي المطلوب وقتها لمنع امراض القلب هو تقليل الكوليسترول والدهون المشبعة. ده السنتس اللي غير العالم، قصدي يعني المراجعة. ده السنتس اللي اتبنى عليه الهرم الغذائي. ده السنتس اللي خلى امك تحرم نفسها من اللحمة والسمنة البلدي 30 سنة يا سيد. ولا واحد من العلماء قال ان انا خدت فلوس من ورا صناعة السكر، ولا المجلة كانت بتطلب الكشف عن مصادر التمويل وقتها. الكشف ده اللي اتفرض رسميا سنة 1984 بعد 19 سنة كاملة. 19 سنة يا سيد البشرية كلها بتمشي على نصائح غذائية اتبنت على أبحاث مدفوعة الثمن. من 1977 لسنة 2000 الأمريكان عملوا اللي قال لهم عليه الهرم الغذائي، قللوا الدهون بشكل كبير وزودوا الكربوهيدرات. تعرف إيه اللي حصل؟ في سنة 1960 كانت نسبة السمنة في أمريكا 13%. في سنة 2000 النسبة وصلت ل 31%، دلوقتي النسبة 42%. ده في أمريكا بس. السمنة اتضربت في 3، السكري النوع التاني اتربع، أمراض القلب ما نزلتش بل بالعكس ارتفعت. طب ليه؟ احنا قللنا الدهون، المفروض ان الصحة تتحسن، مش ده اللي قالوا عليه؟ اللي حصل لما الناس قللت الدهون عوضت بحاجة تانية، السكر والكربوهيدرات. كل شركة أغذية وقتها في أمريكا بدأت تطلع منتجات لو فات، أو بالأصح قللت نسبة الدهون فيها، بس عشان الطعم يبقى مقبول زودوا السكر بنسبة كبيرة. اللبن اللو فات فيه سكر أكتر من كامل الدسم، الزبادي اللو فات سكر، الكورن فليكس الهيلسي هو عبارة عن سكر مع نشا. الناس وقتها كانت فاكرة إنها بتاكل صحي، في الحقيقة هم كانوا بياكلوا سم لكن طعمه حلو. والمضحك بقى في نفس الفترة دي اكتشف العلماء إن الكوليسترول العالي في الدم ملهوش علاقة قوية بأمراض القلب زي ما كانوا فاكرين. السبب الحقيقي الالتهاب المزمن الناتج عن السكر والكربوهيدرات المتكررة في الجسم. تعرف يعني ايه الكلام ده؟ يعني ال50 سنة اللي فاتت البشرية كلها كانت بتحارب العدو الغلط.
دلوقتي خليك معايا نرجع لسؤالنا الأول. الرئيس اللي وقع في أرض الجولف أيزنهاور، المؤامرة بدأت من نوبته القلبية. طب أيزنهاور نفسه إيه اللي كان بياكله؟ الراجل كان شغوف بالستيك، شغوف بالزبدة، شغوف بالبيض، وعمر ما حد قال له إن ده غلط. بس بعد ما وقع، طبيبه الخاص بول دادلي وايت هو نفسه الراجل اللي اشتغل مع أنسل كيز قال له الجملة دي: يا سيادة الرئيس، انت لازم تبطل دهون مشبعة، صحتك مش عجباني. ايزنهاور وقتها وثق في الطبيب، قعد 14 سنة ماشي على رجيم خالي من الدهون، 14 سنة من الخبز والبطاطس والفاكهة وطبعا السكر. النتيجة كانت 6 نوبات قلبية تانية، ومات سنة 1969 من فشل القلب. اللي بدأ الحكاية كلها هو نفسه ضحيتها الأولى. في سنة 2014 نشرت بريتش جورنال ميديكال، وهي أحد أهم 5 مجلات طبية في العالم، دراسة بتراجع كل أبحاث الدهون من سنة 1960 لسنة 2010. الدراسة دي وصلت لاستنتاج واحد: مفيش دليل علمي قوي يربط الدهون المشبعة بأمراض القلب، بالعكس الدهون الصحية طلعت مفيدة. في 2015 الإرشادات الغذائية الأمريكية، نفس الإرشادات اللي كذبت من 40 سنة، شالت فجأة تحذير الكوليسترول من الإرشادات. يعني خلاص البيض كده مش خطر، الكوليسترول في الأكل ملهوش علاقة بالكوليسترول في الدم. في 2021 منظمة الصحة العالمية نفسها قالت إن المنتجات الكاملة الدسم زي اللبن والجبنة والزبادي وأي منتج طبيعي غير معدل جينيا هو مفيد للقلب مش مضر. وفي 2024 الهرم الغذائي اتقلب، البروتينات والدهون الصحية في القاعدة، السكر والكربوهيدرات المكررة في القمة مع علامة تحذير. وفي النهاية يعني إيه؟ 50 سنة يا صديقي الصدوق، 50 سنة من النصائح الغلط، 50 سنة من ناس ماتت قبل وقتها، 50 سنة من جوازات اتدمرت بسبب مشاكل صحية، قصاد 50 سنة من حسابات شركات في البنوك زادت وكبرت أكتر، ومبيعات الكوكاكولا والكورن فليكس بقت في السماء. كل ده علشان مشروع اسمه 226، وراجل اسمه أنسل كيز اختار 7 دول من 22 دولة. تعرف الحلاوة فين يا صاحبي؟ في التلاجة عندك. انت دلوقتي قاعد تتفرج على الفيديو ده وعندك في التلاجة منتج احتمال مكتوب عليه لو فات، احتمال عندك في المطبخ سمنة خايف تاكل منها، احتمال امك او ستك بطلت تاكل لحمة من زمان علشان الضغط. كل ده نتيجة لقرار اتاخد في غرفة اجتماعات مغلقة في نيويورك سنة 1965. والمصيبة الأكبر إن ده مش بيحصل مرة واحدة، ده بيحصل دلوقتي. شركات الأكل، شركات الأدوية، شركات الزراعة هي اللي بتمول 80% من الأبحاث العلمية في مجال التغذية. كوكاكولا بتمول أبحاث في السكر، نسلة بتمول أبحاث في رضاعة الأطفال، صناعة اللحوم بتمول أبحاث في فوائد اللحوم، أما صناعة النباتيين فبتمول أبحاث في أضرار اللحوم. الكل بيدفع يا سيد، وانت قاعد في النص بتحاول تفهم. اللي وصلك ان الابحاث بتحميك هي ممكن تكون العكس. العلماء بتنصحك بناء على ابحاث، والشركات عندها هدف واحد بس وهو البيع. السؤال اللي لازم تسأله لنفسك: انا مش باكل صح ولا غلط؟ السؤال هو مين قال ان ده صح ومين دفع له علشان يقوله؟ وفي الاخر يا صديقي اللي وصلك انه علم احيانا بتكون قصة كتبها واحد عنده مصلحة، قصة دفع ثمنها واحد عنده ارباح، قصة قعدنا 50 سنة بنقولها لبعض وفاكرين انها حقيقة. الناس اللي بقت عمرها 70 سنة واكتر معظمهم اتعلموا يخافوا من حاجات مفيدة ليهم، واتعلموا يثقوا في حاجات ممكن تأذيهم. النهاية جيل كامل عاش ومات على كذبة. اللي وصلك مش الحكاية كاملة، لا في الأكل ولا في الأدوية ولا في الصحة ولا في أي حاجة. والدرس الحقيقي مش إنك تبطل تثق في العلم، العلم لسه أهم حاجة عندنا. الدرس هو أعرف مين بيمول العلم قبل ما تثق في العلم. وانا ماشي خد دي مني، المره الجايه لما تروح السوبر ماركت وتشوف منتج مكتوب عليه هيلسي دايت لو فات اضحك، لانك دلوقتي بقيت من اللي بيعرفه. والمره الجايه لما حد يقولك ما تاكلش زبده دي بتقتلك، اساله سؤال واحد: مين قالك كده؟ ولو مش قادر يجاوب فهو لسه عايش في 1965. لو الكلام ده عجبك تعرف تعمل ايه، ولو الكلام ده مش عجبك هتعرف تعمل ايه برضه. ويلا سلام.